ابو خالد، ابو خالد، لك تعال لك. شوفي هيك بعيطوش ايش بك؟ تعال لك ده. والله يا ابو خالد كبير، يا ابو خالد كبير، والله بحبك من قلبي والله. تعال ساعدني، تعال الله بعتك، تعال ساعدني بعمل الخير. قرب خير اللي شو بدك تعمل؟ قرب. تعال ابو خالد، تعال الله يبارك فيك يا حبيب قلبي. تعال لك، بدك تساعدني شوي، في معي صندوقتين مونة لعيلتين مسنورين. طيب الله يجزيك الخير يا ابو شفيع على الهمة العالية ويبارك باللي عطيك لتوزع. مين اعطاني يا بابا؟ مين اعطاني؟ انا اللي عم وزع، عم طلع زكاة مالي حبيب قلبي. شو ما شايف اليافطة الفسفورية اللي فوق راسك بنص الطريق محطوطة؟ لا ما شفتها. يافطة شو؟ اطلع منيح فوق راسك، اطلع منيح، ولو مكتوب عليها باسم اهالي المنطقة نشكر الاخ ابو شفيق الرجل الخير والتبرعات. ومين بالله سوا؟ انا. ومين علق؟ لك انا. وما بتعرف انه يلي عم تعمله غلط كبير وبيروح لك ثوابك؟ الرياء يا ابو شفيق حرام. الرياء بلغتك يعني يشوفوني يحبوني، يعني بتعمل شي وبتطلب من الناس الاجر والمنزله والمكانه، وهيدا الشي يا رجل بيروح لك عملك. يعني من الاخر ابو شفيق كانك ما عملت شي بالاصل. لا لا لا، هيك صارت القصة. بكل شي انا بطلع اخر النهار غلطان. ليه ما اخذت الموضوع اني عم شجع الناس الاغنياء عشان يتبرعوا بمالهم، منشان ما يسلط عليهم الله سبحانه وتعالى الشجاع الاقرع. يا خيي انت ونيتك، انا عم بنصحك اهم شي بالعمل الاخلاص، وزكي مثل ما مفروض تزكي، وانتبه من الشجاع الاقرع. دخيل الله ما تذكرني. سمعت درس الشيخ من يومين بالجامع عم يحكي عن عقوبة يلي ما بيزكي، بيجيله ماله بشكل حية بلف على رقبته وبيطله. هذا هو الشجاع الاقرع. مزبوط ابو شفيق. ليك هيدا ورد بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، شجاع وهو ذكر الحية، يعني مثل الصل، وهيدا نوع بيوقف على دنبه وبيهجم، وأقرع من كتر ما في براسه سم بيض راسه. يا لطيف يا لطيف، الله أكبر، الله يجيرنا يا رب. قال بيلحقه بيلتف على رقبته مثل الطق، وبياخد بجوانب تمه، بيقول له أنا مالك، أنا كنزك، وبينزل فيه أعوذ بالله من غضب الله. يا لطيف، سمعت من هون الحديث قلت لحالي يا أبو شفيق انفوت بريشك دغري على السريع. عملت حصص مونة وقلت خليني أوزع بهالرمضان. اي والله الله يعافينا. وانت يا ابو شفيق الله يخلف عليك ويعطيك ويكرمك. بس يا ابو شفيق ليش هالحصة خفيفة هيك؟ افتح لشوف شو حاطط. افتح. شو خفيفة؟ لك شو خفيفة؟ ما مخلى شي محاطط. شوف اطلع منيح. لك شو هيدا؟ شو هيدا؟ شوف، نص كيلو سكر، ونص كيلو رز، وعلبة سمنة صغيرة، وقنينة زيت للقلع، وعلبة بسكوت وراحة 3 خمسات، وكيس معلق للأولاد، وباية للصبابيط مع علبة دهن اللوز الأصلية، وأهم شي للسهرة كيس ذرة للبوشار عشان يقعدوا العيلة. بتعرف انت بعد الفطور خلي الفقراء ياكلوا ينبسطوا، ما حدا ياخد معه شي. وشوف حطيت من المحل من عندي كمان شوية تياب ما لهم عازة، بحطهم بيناتهم. ابو شفيق شو انت ملطوش؟ بدي اعرف والله شو في براسك انت؟ لك هيدي زكاة بالظاهرة؟ ليش بقى؟ شو شبه؟ يا حبيبي الاصل انك تطلع الزكاة من جنس المال اللي انت عم بتزكي فيه، الا عروض التجارة بتظهر زكاتها مال. والزكاة يا ابو شفيق كانت لحتى تغني الفقير وتكفيه ويصير قادر على كفاية نفسه، يعني بيروح بيشتري فيه اللي عايزه. والفقهاء يلي قالوا معلش تطلعها مصاري، لك بدك تراعي مصلحة الفقير وحاجته، بدك تطلع مونة طلع، لكن راعي حاجة الفقير. حاطط كميات قليلة وشي بلا طعمة، بدك حاطط لي بشار وصبغة صبابيط ودهن اللوز. شو بده بدهن اللوز؟ حياكله؟ شو هيدا؟ بعدين فرجيني لشوف. بدك رح تخلص مدة السمنة والزيت اف، وحاطط ارخص شيء بذمتك وبضميرك. يا ابو شفيق بتطعمي عيلتك انت من هالاغراض؟ ايه الله شو صار معنا؟ كل مرة بتحكينا بتسمعنا حكي يا ابو خالد. انا حط شي غيري ما حاطه،
حتى كون مميز. بعدين لو الكمية قليلة هيك بظهر حصص أكتر، وكل السمنة والزيت مثل بعضهم. بعدين صحولة بسعر لقطة، قمت اشتريتهم قلت بركي بيمشوا. يا ابو شفيق، ما سامع ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وكمان ان الله يحب من احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه. هيك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف بدك تزكي. لما بدك تزكي يا ابو شفيق بدك تخرج مالك بأريحية، وتعرف انه بالزكاة انت عم بتطهر مالك، وتشكر الله انه عم بيوفقك لتعمل هالشي وتاخد اجر، وتتيقن انه بعوض لك اضعاف واضعاف. آمنا وصدقنا. ماشي خيي ماشي، خلاص منظبط الموضوع ان شاء الله، منظبطه. دخيلك كل شيء الا الشجاع الاقرع، هذا اللي ما عم يركب براسي. شو رأيك من مال الزكاة اعمل موائد افطار للايتام والفقراء؟ زكاة مالك طلعوا مال وسع فيه على الفقراء، هني اضرب حاجاتهم. ولما ما تقدر تعمل هيك بتطلع من جنس البضاعة، يعني مثل ما عملت انت بمحل تياب. بس شوف بدها تكون بضاعة منيحة، مش للكب وفاسدة وكاسدة ما إلها عازة. وموضوع اطعام الفقراء خليه من مال الصدقة، يعني ما تدخل الزكاة فيه، والله بيكرمك وبيوسع عليك. الله يوسع عليك يا ابو خالد، يا عيني عليك يا ابو خالد، يا عيني عليك. على طول بحس حالي معك اني على الغلط، ليش؟ ما عم بفهم. بس تعمل اي شيء من خلال توجيه النبي يا ابو شفيق والعلم والفقه، كل شيء بيزبط معك وبترتاح وبتكون عم بتحط الامور بمواضعها، وهيدي الحكمة. الله يخلي لي اياك يا ابو خالد، الله يخلي لي اياك يا ابو خالد، يا حبيب قلبي. روح امشي معي، خلينا نشتري لنا شوية اغراض عشان ندعم هالحصص كرمال الله. روح مشي خلص، ودبت لله سبحانه وتعالى. والله كبير يا ابو خالد، كبير كبير يا ابو خالد، كبير.